شوفوا شحال ديال الارباح كيدي البنك في 25 سنه، يعني في الدار الا شريتيها ولا شي حاجه. مثلا هادشي في انجلترا. حنا دابا الدار ساويه هاد الثمن 167,478، يعني 167 مليون مغربيه. اصلا حنا من 7 سنين كنا كنخلصوا النص سكرة والنص الشراء. دابا وصلنا تقريبا 22% اللي شرينا في الدار. خصنا دابا بغينا نشريو، يعني بغينا نشريو هاد النسبة اللي بقات، بغينا نشريوها. طلبنا هاد الثمن، طلبنا هاد القرض هذا 130 ألف، يعني 130 مليون مغربية. دابا هاد 130 مليون مغربية غادي نبقاو نخلصو هاد العدد اللي هو تقريبا مليون مغربية، 876 ألف. شوفوا شحال غادي نخلصو في الاخر في 25 سنة. 25 سنة من هاد الشي كامل غادي تقريبا غتضاعف لثلاث الخطرات. في 25 سنة غادي نخلصو 305,685 باون فاصلة 94. هادشي على الأقل، لأن ليزانتيري، هادشي ليزانتيري مرة تيرتفعو مرة تينخفضو. مثلا هاد الثمن هذا على عامين، من بعد غادي يقدر ينخفض شوية، حيت دابا ثمن الفائدة غالي شوية، تقريبا غادي ينخفض من عامين، ولكن من بعد ضروري غيرتفع. يعني هاد الثمن هو تقريبي، ربما غتوصل لديك 400 ألف ولا 350 ألف، هي الثمن اللي غنخلصو في الآخر ديال سميتو. ولكن الحل غيقول لك شي واحد: لا، علاش كتاخذ القرض؟ شي الربا وهذا ما كاينش شي حل. لان نعطيك دابا هاد الديور كيفاش غتشري. الا كريتي هنايا، من غادي تكري؟ غتكري مثلا من عند شي واحد، هذاك الواحد هو اصلا غير خايد، تا هو خايد القرض من عند الابناك، تياخذ القرض من عند الابناك باش يكري لك انت. وغادي يكري لك، ما غاديش يكري لك بهذا الثمن، غيكري لك تقريبا زايد واحد 30 ولا 40% على هذا الثمن، اللي هي ديك الارباح ديالو، اللي هو غادي يخلص بديك هذاك الفلوس ديال الكرا ديالك، غيخلص بها القرض، وغتبقى ليه ديك 40% ارباح وشويه ديال الضرائب وهذا، ولكن غتبقى ليه ارباح. لان اصلا هنا ما يمكنش يقول لك شي واحد: لا، علاش ما تشريش دار كاش، تجمع تشري دار كاش. ما يمكنش تشري دار كاش، لان اصلا الا حطيتي الفلوس كاين التضخم الا حطيتيهم في البنكه، وكل مره كيحيدوا لك منهم شويه، يعني كيحيدوا لك منهم شويه. شحال خصك من عام باش تجمع هذاك العدد؟ واصلا الا درتيهم كاش وخليتيهم في الدار، راه الا عندك اكثر من 3000 3 مليون مغربيه، 3000 باوند في الدار، راه ماشي ليغال، يعني ماشي قانوني بالنسبه لهم. هذاك تيتسمى تبييض اموال. يعني مثلا الا جات شي عصابه ولا شي واحد سرق لك هذاك الفلوس، ما تقدر كاع تبلغ به. وهذا هو مثلا ستيل ديال بعض العصابات. مثلا في انجلترا تيمشيو يعصروا على دوك موالين الحوانت من الدول الاسيويه والدول العربيه، تيعرفوهم مثلا ما تيبغوش يخلصوا الضرائب، كيبغيو يغشوا، وكي كي كي كيديكلاريو كيبقاو يتخلصوا عند الناس كاش. ملي كيتخلصوا عند الناس كاش باش كيحطوا شويه فلوس في الدار وشويه في البنكه. هما تيعرفوهم، تيكونوا كيعرفوا واش عندهم شي 10 مليون في الدار، 15 مليون مغربيه، معناتها 15000 باوند، 30000 باوند هكا. كيعرفوهم جامعين هذيك الفلوس، كيمشيو يسرقوهم. ما يقدرش يبلغ، لان حتى لا بلغتي تقول لك البوليس: اش ديك الفلوس عندك في الدار؟ يعني انت اصلا يعني داير جريمه ديال تملص ضريبي، وبالتالي فما يمكنش تبلغ. اذا الحل هو انك تاخذ قرض بغيتي ولا كرهتي. لان ايضا حتى الديور كيتزادوا. ماشي المشكله ايضا اخرى هي ان الديور كيتزادوا في الثمن ديالهم. مثلا هاد الدار هذه واحد 7 سنين كون شريناها، كنا غنشريوها غير ب 120 ألف باون، يعني تزادت هذه 7 سنين ب47 ألف باون. وربما كل مرة غتزاد. دابا حنا كنا كنحسبو من هنا واحد 5 سنين غتزاد كتار، لأن الشمال ديال إنجلترا باقي شوية رخيص على الجنوب ديالها، والديور غادي تزادو بواحد الثمن أكتر. يعني ما يمكنش. والكرا عاوتاني غيتزاد، غيتدوبل غير فاش هادي تقريبا 6 سنين ولا 7 سنين فاش جينا حنايا. كانوا الديور يمكن تشري ب 400 450، يمكن تاخذ الكرا. دابا مبقاش الكرا ديال 400 450، ما كاين غير 800 900 الفوق ولا لقيتيه. اذا هادشي اللي كاين، وشكرا. باش تعرفوا شحال ديال الفوائد وشحال ديال الفلوس كياخذوا البنك، يعني تيربحوا بزاف بزاف باش يوصلوا لهاد العدد على الاقل.
من 130 يوصلوا ل 305، راه يعني كتير داكشي، ماشي كيدو مع شوية، كيدو بزاف.